السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مع تيمة. اليوم كما كتشوفوا غنشارك معكم واحد لاطاغت اللي غزاله بزاف، اقتصاديه وفي المتناول، كتعجب الكبير والصغير، اللي غتكون بمذاق السيترون او الحامض. صراحه منعشه وزوينه بزاف وخفيفه على المعده. نخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للناس اللي اول مره غيشوفوا الفيديو كنقول لكم مرحبا بكم حتى نتوما، شرفتوني ونورتوني. وغادي نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا غادي نبداو مباشره في التحضير والمقادير في نفس الوقت. عندي 4 البيضات اللي غادي نزيد عليهم، غادي نبدا التطريب وعاد غادي نزيد عليهم السكر. هنا بالنسبه للسكر راني درت كاس لاروب ديال السكر، كاس العنبه. هنا مباشره بعد ما تيبان لي ان الخليط ديالي بدا كيطرغوا، غادي نضيف ليه واحد فاني، وغادي نبدا نضيف الزيت تدريجيا شويه بشويه. هنا من بعد ما ضفت قبيصه ديال الملحه وكاس لاروب ديال الزيت وكاس لاروب ديال الحليب، غادي نحبس التطريب وغادي نبدا نضيف الدقيق. هنا يمكن لي نستعمل الخلاط هذا، يمكن لي نستعمل الخلاط اليدوي اللي بغيتو. انا غادي نستعمل الخلاط اليدوي باش تجيني قضيه سهله. هنا غادي نبدا نضيف الدقيق. هنا بالنسبه للطحين فرص رطب هو اللي غادي نستعمل. الطريقه يعني 2 الكيسان اللي درت هنا، وهانتوما معايا حتى نشوفوا واش غادي. هنا كيسان العنبه نضيف الكاس الاول، نضيف معاه 2 خمارات، وانا كنخلط وغادا نشوف واش غيحتاج ليا دقيق مازال او لا. يعني غادا نضيف هذوك 2 كؤوس كاملين ديالنا. هنا كنحاول باش ما يطيحش ليا الكيك، يعني يبقى شاد شويه في راسو. هانتوما كما كتشاهدوا هنا الكيك ديالنا هو هذاك. يعني ملي كنهزو كندير هكا كيبقى واحد شويه عاد باش تيمشي ما تيبقاش باين الخليط ديالنا. 2 كؤوس ديال الدقيق راهم معمرين مزيان. غادي نديرهم مباشره في المول وندخلها الفران. صافي هنا غادي ندير هنا كما شفتوا ما كانش عندي الورق الطهو، درت الالومنيوم حتى هو ممكن ديروا. دهنته بشويه ديال الزيت باش ما يزيدش يلصق ليا، وغادا ندير فيه الكيك ديالنا. بالنسبه للالومنيوم اللي خاف انه يلصق ليه يقدر يضيف ليه شويه ديال الدقيق من الاسفل، يعني ماشي مشكل. اصلا الكيكه ديالنا راها بيضه. غنديرو وندخلها للفران. انا الفران كما دائما تنقول لكم ما كنكونش مشعلاه، حتى كنبغي ندخل الكيك ديالي عاد باش تنشعلو. مده الطهو ديالها نص ساعه كتشد، لحقاش هنا المول كما شفتوا. انا غادي نعطيكم العبار ديالو. العبار ديالو واحد 15 سنتيم على 20 حتى 22 سنتيم بالنسبه للعبار ديال هذا الكيك هذا. غندخلها الفران مده 25 دقيقه حتى نص ساعه، غتكون واجده. وندوزو باش نحضروا المراحل الاخرى ديال تزيين الكيك ديالنا. هنا غادي نبدا نوجد لا كريم ديالنا. لا كريم نوريكم شنو استعملت فيها. استعملت هاد لاموس هادي كتجي بنينه بمذاق الفاني. اللي بغى يدير شي نكهه اخرى راه
حريه الاختيار، يدير المذاق اللي بغا. هنا غادي نضيف عليها واحد كاسونس ديال كاس العنبه عامر كما كتشوفوا، ديال الحليب يكون بارد مزيان. ها الاول وها النص، وغادا نخلط الخليط ديالنا مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالو. وهنا اخواتي اخواني من بعد ما جبدنا الكيك ديالنا من الفران، نسيت ما قلت لكم انه بالنسبه لاموس ملي طلعتها راني زدت ليها شويه ديال الحامض، عصير الحامض اللي كنت دايره في الثلاجه باش يبقى بارد، غير قطرات باش نعزز النكهه ديال الحامض في الكيك ديالنا اولا في لاطارت ديالنا. كنتكو هاد الكيك بالشوكه كما شفتوا، وكنسقيوها بالحليب. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا السيرو ديال الحامض يقدروا يديروا، يعني غناخذوا واحد كاس ديال الماء ولا كاس ونص، غنزيدوا ليه العصير نص حامضه وجوج معالق ديال السكر، نخليهم يغليو فوق النار حتى شويه يبانوا لنا انهم بداو شويه كيتقالوا هكا واحد شويه وصافي. وغادي نسقي به الكيك ديالنا من بعد ما نخليوه يبرد. ضروري يعني بالنسبه للطريقه ديال السقي، يا اما الكيك يكون سخون والسائل يكون بارد، او السائل يكون سخون والكيك يكون بارد، هكا باش الكيك ديالنا كيتشرب كاع هذاك السيرو باش سقيناه. هنا غادي ندوز باش نحيد له الالومنيوم كما كتشوفوا، راه ما لصقش نهائيا بالالومنيوم لحقاش دهنته بالزيت. تيكون على هذا الشكل هذا. الكيك ديالنا كيجي خفيف بزاف. هنا حليت عليه باش يبرد الليله، كتشوفوا الجوانب يعني تحمر من داكشي الرفيع. حيدته من الالومنيوم ورجعته في المول، زيرت عليه مزيان، وغادا ندير لا كريم ديالنا اللي وجدنا. غندير واحد الطبقه مزيانه. بالنسبه للناس اللي بغاو يقسموا الكيك من النص، تقدروا تقسموها من الوسط، ديروا النصف الكريمه في الوسط والنصف في الاعلى، او تغلفوها به. انا فضلت انني ندير الكريمه ديالي كامله من الفوق كما كتلاحظوا. غادي نحاول انني نقادها مزيان. دابا غادي ندوزو للطبقه الاخيره والثالثه اللي غنستعمل فيها هاد الجيلي هذا. كيتباع في الاسواق، الثمن ديالو مناسب وفي المتناول، فيه السكر فيه كل شيء، يعني ما غنحتاجو نديرو ليه والو. هو نورمالمون كاتبين فيه انه خصو يدار ليه نص لتر ديال الماء، لكن انا ما غنديرش نصف لتر، غندير 3 كؤوس. نص لتر كنا عارفين فيه 3 الكيس، فيه 4 الكيسان اولا 3 ونص ديال العنبه. انا غادي ندير 1 زوج، والثالث ما غنعمروش بزاف، بحال 3 لا ربع، 3 الكيسان الا ربع ديال الماء. غنحطوه فوق النار حتى يبدا يغلي، ونخليه نحاول نحركو مزيان حتى يبرد. يعني منين يبدا يغلي نحيدو من فوق النار، نبقى نحرك فيه حتى يدفى، وعاد باش نديرو حتى يبرد نبقى نحركو حتى يبرد، عاد باش نكبو فوق لاطارت ديالنا. هنا من بعد ما خليت لاطارت ديالنا على الاقل واحد ساعتين ولا 3 في المجمد، يعني باش الكريمه تشد راسها مزيان. ومنين نحطو فوق منها هاد الجيلي اللي درنا ليها من الفوق، يعني مباشره كيجمد ملي كنديروه فوق منها. وواحد الحاجه، انا وقيله كثرت ليه الماء، يعني راه درت 2 كؤوس ونص، من الاحسن ديروا غير 2 كؤوس ولا كاس ونص ديال الماء فهاديك الباكيه ديال الجيلي باش كيشد لكم دغيا دغيا. ولا كان عندكم الوقت وبغيتو ديروا بنفس الطريقه ديروا، اما الا كنتم مزروبين عليه ديروا ساعه واحده